مرحبا بكم جميعا. طبعا الأيام دي كتاريخ مرتزقة النهب المسلحة المجرمين العنصريين الحاقدين كشفوا نواياهم الحقيقية، وده مشروعهم بتاع ميليشياتهم الغبلية. كونهم يسيئوا للمجتمعات في ولاية الجزيرة وبالتحديد لعرب الجزيرة، ويسيئوا للأمير بتاع الكواهلة، دي أخلاقهم، ويسيئوا لنسائهم، دي أخلاقهم. طبعا إذا ديل هم متحالفين معك في خندق واحد وإنت بتحارب ضد الآخرين، ما احترمتهم بتسيئهم بهذه العبارات. اتخيل يا عزيزي، وده موقفي أنا ثابت. الناس اللي والله لو بيقوا جنجبيد معانا أنا ضدهم ليوم الدين، ولو بيقوا في أي مكان والله ضدهم ليوم الدين. إذا بحرب أو في سلام أنا ضدهم تماما، لأنه صراحة ديل ما بيشبهونا كذلك. ديل لا ثقافاتهم زي حقتنا ولا أخلاقهم زي حقتنا. ديل أساءوا الصديق وأساءوا العدو وأساءوا المجتمعات كلها. ديل لو لقوا طريقة سلطة بسيطة في السودان، دي عقليتهم يطبقوها في الواقع. نفس البربرية اللي بيعملوها في تشاد، بيمشوا هناك مرتزقة. ديل لا بؤمنوا لك بالسودان دولة ولا تشاد دولة، دي مجموعة قبلية، وفي القبلية ذاته خشمبويد، حتى ميليشياتهم دي خشمبويد بالمناسبة. المجرمين. فمن هنا أبقوا رجال عليك الله أسألوا عرب الجزيرة دي، قسما بالله عرب الجزيرة أحسن لي منكم، لأنهم ما عندهم حقد على مجتمعاتنا ولا مفكرين يقتلونا. ديل عندهم طموح يحكموا من حقهم، لكن ميليشيات الكذاريك ديل كل طموحهم وهمهم ينفون من السودان ده تماما. ده هدفهم الأساسي. وقوفهم مع الجيش ما حبهم في الجيش أبدا. أهلنا ديل من الله خلقوا في الجيش ده، يوم ما ابتزوا الجيش يتدونا وزارة ينتمرد عليكم. عمرهم ما قالوا الكلام ده. حتى الآن أولادنا موجودين في الجيش ما قاعدين يبتزوا الجيش، لكن ديل ما عندهم قضية. وجودهم مع الجيش بيفتكروا بينتهوا مننا نحن، لأنه دوما قاعدين يقولوا وحتى في كتابهم الأسود بأنه عرب دارفور وكردفان هم اللي منعوهم من قيام دولة زغاوة الكبرى، وهم الحاملين للجيش وهم الحاملين لدولة 56. بيفتكروا بيلقوا دعم من الجيش وبيقضوا علينا نحن، وبيرجعوا بينقلبوا على الشماليين وعلى الناس الجزيرة بكل سهولة. هسي تصريحاتهم دي دليل واضح. بقول لك والله انتم ما رجال و23 ندور، ونحن والله نعمل كورة كالمنا الجنجبيد ده يجوكم والله في اخواتكم وفي الشمال وفي الجزيرة. يا دي نظرتهم يا جماعة للموضوع. وقوفوا مع الجيش بيفتكروا بيهزمونا نحن، وانتوا لقمة سهلة بياكلوكم. فوالله يا ميليشيات اولاد المصعوطات انا ضدكم لحد ما تقوم على مساعة، لانكم انتم ما بشر، انتم مجرد حشرات عنصريين كائنات فعلا ابناء آوى. صدق الايهاب عدنان سماكم ابناء آوى. انتم فعلا ابناء آوى، انتم حشرات. انتم ما بتشبهوا زول في السودان، لا في اخلاقكم لا في تعاملكم لا في واسلوبكم قذر، لانه ربكم على كده. كلكم اولاد حرام.